بسم الله الرحمن الرحيم. شباب اولى ثانوي نركز. كلامنا المره دي على فكره السيركلر موشن. طبعا الجزئيه بتاعت نيوتنز لو حد في مشكله بالنسبه لها قبل امتحان الشهر يقدر يرجع للفيديو بتاعها، متاح هو عندكم. ركزوا لي بقى الاول دلوقتي فكره السيركلر موشن. السيركلر موشن اللي هي عندكم بدايه يونت 3 اول شابتر فيها. يعني ايه الاوبجكت بتاعي بيتحرك ان سيركلر باس؟ ايه الكلام ده؟ نركز كده مع بعض. انا دلوقتي همسك جسم اخليه يلف، مثلا زي فكره حركه الارث مثلا حوالين الصن، حركه المون حوالين الارث. يعني الحركه بتاعتي بتبقى في سيركلر موشن زي ما احنا شايفين كده. لو احنا مثلا صورنا الجسم بتاعنا ده كده بسلو موشن، يبقى معنى ايه؟ يعني انا سبت الجسم ده كده كاني بصوره في اوضاع ايه مختلفه، ببطئ الحركه مثلا بتاعته، فابدا اشوفه بيتحرك من نقطه لنقطه بالشكل ده. سي مثلا لو الاوبجكت بتاعي بيلف كده. اهم نقطه في الموضوع لو انت مثلا رابط اي حاجه بحبل وبتبدا ان انت تلففها بالشكل ده، لو سبتها مثلا في لحظه معينه، يعني جيت هنا مثلا الحبل بتاعك اللي هو المفروض انه متوصل كده بالسنتر، الحبل ده المفروض ان هو اتقطع. ايه اللي بيتم معاك؟ بلاقي الاوبجكت بتاعي بيتحرك بشكل شبه تنجنت. يعني انا اول ما اسيبه مثلا لو فلت مني وهو بيلف كده في النقطه اللي انا سبته فيها دي، بلاقي القلم ده كده بالنسبه لي طار، اتحدف كانه تنجنت كده. عشان كده الفيلوسيتي بتاعتي في كل لحظه من دول بتبقى تنجنت فيلوسيتي. يبقى نركز كده بقى مع بعض شويه. اول حاجه هنا بالنسبه لي ان الفيلوسيتي بتغير الدايركشن بتاعها، وقلنا بنسميها او الدايركشن بتاعها بيكون تنجنت، فبحط التسميه بتاعتها تنجنتيال فيلوسيتي. ريبريزنت للتسميه يعني جايه من الدايركشن. طبعا في ناس ممكن تقول تنجنتيال، وعشان المسائل تركز ان هو ممكن يقولها لك كمان لينير فيلوسيتي. يعني قالها تنجنتيال قالها لينير، الاثنين معناهم ان هو يقصد بيها الفيلوسيتي اوف روتيشن، يعني الاوبجكت بيلف بيها. طب لو ركزنا شويه هنلاقي ان الفيلوسيتي هنا وهنا وهنا الفيلوسيتي بتكون ثابته. يعني مثلا الارث حوالين الصن ما بتغيرش سرعتها، المون حوالين الارث نفس الكلام. يعني اي حاجه بتتحرك عندي ان سيركلر باس بيكون الماجنتيود بتاع الفيلوسيتي، يعني رقم الفيلوسيتي بتاعي بيكون طول الوقت كونستنت. واحد يقول لي يا مستر طب ما احنا كده هنلاقي ازمه. ايه هي الازمه؟ ان انا اللي اعرفه ان الاكسلريشن عندي بتكون عباره عن الفيلوسيتي فاينل ماينس الفيلوسيتي الانيشال اوفر التايم. ده اللوجيك في النقطه بتاعتنا بتاعت الاكسلريشن. بس خد بالك الاكسلريشن دي بتديبند على تشينج مين؟ الماجنتيود، الفاليو. الرقم زاد الرقم قل. الكلام ده ما بيتمش الا لما بيكون الاوبجكت بتاعي بيتحرك ان ستريت لاين. يعني المفروض ان هنا بنسمي دي لينير اكسلريشن، يعني الاوبجكت بتاعي بيتحرك ان ستريت لاين. طب لو ركزنا شويه هنلاقي ان هنا في الوضع الحالي والاوبجكت ان سيركلر مش لينير، بلاقي ان الفيلوسيتي في الحالات كلها كونستانت. يعني الرقم اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا. يعني معنى كده ان اللينير اكسلريشن دي لو انا نفذت القانون بتاعها هتطلع معايا الاكسلريشن بكام؟ بزيرو. طب معنى كده ان مفيش اكسلريشن؟ لا، في اكسلريشن فعلا بس مش لينير، اكسلريشن للاوبجكت اللي بيتحرك حوالين فيكسد سنتر. الاكسلريشن دي عندنا بنسميها احنا سنتريبيتال اكسلريشن. ايوه، ايه جايه سنتريبيتال؟ او طبعا في بعض المراجع العلميه بيتقال عليها سنترال اكسلريشن. الفكره ببساطه ان السنتريبيتال اكسلريشن دي بتكون ديبند على تشينج مين بقى؟ مش الماجنتيود، لا ده على تشينج الدايركشن. ازاي يعني الكلام ده؟ ما احنا من شويه قلنا ان الفيلوسيتي، بص هنا الدايركشن بتاعها عامل ازاي؟ هنا الدايركشن اختلف، هنا الدايركشن اختلف، في البوينت دي برده الدايركشن معايا ايه اللي حصل له؟ اختلف. يعني معنى كده ان السنتريبيتال اكسلريشن بتشينج مين؟ ايوه الدايركشن. حلو قوي الكلام ده. طالما تشينج الدايركشن يبقى معنى كده ان انا هلاقي عندي رول جديد. ايه هو بقى الرول الجديد؟ نركز مع بعض. الرول الجديد عندي هنا السنتريبيتال اكسلريشن بيكون عباره عن ان هو بياخد رقم الفيلوسيتي باور 2 اي واحده فيهم لانهم كلهم ايكوال اوفر مين؟ الراديوس. الرول ده جه منين؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض في اخر الفيديو. ده بيكون فيه بروف للجزئيه بتاعت الرول ده جه منين. بس المهم مبدئيا ان احنا هنا نعرف ان في عندنا اكسلريشن بس من نوع جديد اسمها سنتريبيتال، وبتعتمد على تشينج مين؟ الدايركشن. والرول بتاعها بيكون الفيلوسيتي باور 2 اوفر الار. وقلنا الفيلوسيتي بتتسمى ايه؟ يا اما تنجنتيال فيلوسيتي يا اما لينير فيلوسيتي. طب كلام جميل. يبقى معنى كده ان احنا طالما جبنا اكسلريشن نقدر نحسب على طول الفورس عادي. يبقى هنا هيظهر عندنا حاجه اسمها السنتريبيتال فورس، ودي هتكون عباره عن قد ايه بقى؟ او ايه قانونها اللي هشتغل بيه؟ عباره عن قد ايه ماس في قد ايه اكسلريشن كالعاده. ده الرول الطبيعي بتاع الفورس. بس الاكسلريشن المره دي لو حبينا نفكها تتفك بمين؟ بالرول بتاع السنتريبيتال اكسلريشن. يعني الرول ده ممكن يتكتب معايا ام في باور 2 اوفر الار. يبقى لغايه دلوقتي احنا عندنا كام ريليشن ظهرت؟ عندنا رقم واحد ازاي تقدر تحسب الاكسلريشن، رقم اتنين ازاي تقدر تحسب السنتريبيتال فورس، يا اما ماس واكسلريشن سنتريبيتال يا اما الماس فيلوسيتي سكوير اوفر الريديوس. طيب كلام جميل بقى ومهم ونركز مع بعض فيه. طب ايه رايكم لو احنا حبينا نطلع رول نحسب بيه الفيلوسيتي؟ الفيلوسيتي كرول هي قد ايه ديستانس على قد ايه تايم. ده اللوجيك بتاع حساب الفيلوسيتي. طيب هنا لو ركزنا ديستانس يعني ايه؟ يعني المفروض هو الراجل ده لف قد ايه. عشان نحدد حاجه زي كده هحسب على لفه واحده. يعني هو مثلا ابتدى من هنا وبدا يلف لغايه ما رجع لنفس النقطه تاني. ايوه بالظبط، يبقى الاطار كله من بره اللي هو بارامتر اور سيركمفيرنس، صح كده؟ يعني ال 2 باي ار. بس عشان يكون كلامي صح لازم اخد التايم زي ما خدت ده بتاع 1 تيرن او لفه واحده،
لازم اخد التايم بتاع 1 تيرن برضو، او البريودك تايم زي ما بيقولوه. طب حاجه زي كده يعني ممكن يلف فيها في المسائل؟ اه طبعا، بس لفه عبيطه قوي ان هو يجي يقول لك ايه، سي مثلا انا مش مديك التايم بتاع 1 تيرن زي ما احنا قلنا، لا ده انا مديك التايم بتاع مثلا وليكن 10 تيرنز، 10 لفات. انا عملت ايه؟ الموضوع ببساطه ان سيادتك لو عايز تعرف التايم بتاع واحده، ده شغل رابعه ابتدائي قوي يعني، كل اللي انا هعمله ايه، ان انا هاخد التايم اللي هو مديهوني از جيفن اوفر مين، النمبر اوف تيرن او ريفوليوشن او روتيشن او سايكل زي ما يسميها. يعني لفيت 10 لفات يبقى هقسم على 10، لفيت 50 لفه يبقى هقسم على 50 وهكذا. يبقى اهم حاجه بالنسبه لي هنا ان انا اكون واخد بالي ان الفيلوسيتي هنا ممكن اجيبها عن طريق 2 باي ار اوفر التايم، بس لازم يكون التايم اللي هستخدمه 1 تيرن. مبدئيا عشان نكون متفقين، احنا مش هيظهر عندنا قوانين تانية غير الكام قانون اللي ظاهرين قصادي، اكسلريشن، سنتريبيتال فورس، الفيلوسيتي نفسها عن طريق الديستانس والتايم. التايم لو هو حابب يلف فيه ان انا اقسم التايم جيفن على النمبر. ده قوانين الشابتر ككل. طيب عشان نبقى لمينا كل حاجه هنا، ركزوا كده معايا شويه في شويه دايركشنز كده معينه تبقى انت واخد بالك منها. انا عندي اوبجكت مثلا زي ما احنا قلنا من شويه، الراجل ده بيلف ان ايه، سيركلر باس، تمام، الشكل ده كده مع بعض. اول حاجه عندنا احنا قلنا ان الفيلوسيتي بتكون تنجنت، حلو، والسنتريبيتال فورس بتشد ناحيه السنتر، يعني بينهم انجل 90. يبقى احنا كده اول حاجه عرفناها عشان اقدر اقول ان انا عندي سنتريبيتال فورس، الشرط ان الفورس دي تكون اكت ايه، بيربنديكولار، صح كده؟ يبقى اقول انها اكت بيربنديكولار تو الدايركشن اوف موشن، الدايركشن بتاع الموشن بتاعي. وبيظهر معايا كمان فورس تانية تاثيرها لبره، دي بنسميها، ودي اهم حاجه بقى تاخدوا بالكم منها، دي بيتقال عليها سنتريفيوجل فورس. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ببساطه يا شباب، الموضوع ان السنتريبيتال فورس دي انا اللي بعملها. يعني ايه انا اللي بعملها؟ لازم يبقى في عندي، يعني امسك قلم بحبل وابدا الففه، يبقى الحبل بتاعي ده هو يمثل بالنسبه لي، هو ده اللي هيشد الايه، القلم بتاعنا ده ناحيه السنتر. لكن لما بيبدا الراجل ده يلف، اول ما بيبدا يلف هو ده اللي بيولد فورس بتحاول تطرد القلم بتاعي. لو فرضنا القلم بيلف كده، بتحاول تطرد القلم بتاعي لبره طول الوقت. واحد يقول لي يا مستر يعني عايزينها اوضح. بص يا سيدي، امسك مثلا قلم زي كده وانت قاعد معايا دلوقتي، واربطه بس باستك، وابدا ازود السرعه بتاعت اللف اللي انت بتلففه بيها. كل ما تزود في السرعه هتلاقي الاستيك ده بيتشد لبره معاك مش لجوه. معنى ان هو بيتشد لبره ان الفورس اللي بتزيد مع الفيلوسيتي هي السنتريفيوجال فورس مش السنتريبت. يبقى كده ببساطه وبتركيز، السنتريفيوجال فورس دي بتشد الجسم بتاعي لبره. عشان كده في اليوتيرنز، في اي لفات عندك موجوده على الطريق او الكلام ده كله، لازم تبقى مركز في فكره مهمه جدا، السرعات بتاعتك. لانك لو مثلا سي فرضنا ان هنا في يوتيرن مثلا، واليوتيرن ده الطريق بتاعي المفروض ان هو هياخد اللفه كده، والعربيه دي جايه كده، لو العربيه لفت على سرعه كبيره بتلاقي العربيه اللي بيتم معاك ايه، العربيه دي بتبدا تسحب نفسها لبره بالشكل ده، او بتتزحلق، او لا قدر الله لو على سرعه كبيره بتبدا انها ايه، تتقلب. طيب يبقى ببساطه قوي في الكلام اللي احنا بنقوله ناخد بالنا ان في اللي جوه سنتريبيتال وفي اللي بره سنتريفيوجال فورس. وفي كام ابلكيشن كده غريب عندكم في المنهج تبقوا عارفينه، يعني يجي يقول لك مثلا السنتريفيوجال فورس ابلكيشن عليها ايه، دوره الاسبان في الغساله. الغساله اوتوماتيك لما بتبدا تلف بتبص انت على الجزء اللي جوه او الكونتينر اللي جوه ده بتلاقيه مليان هولز، ثقوب. الثقوب دي وظيفتها ان اثناء الروتيشن بتبدا تطرد جسم الايه، او اجزاء الميه، مولكيولز بتاعت الميه دي لبره كل ما انت تزود السرعه. عشان كده اول ما بتبتدي الثلاجه في السبين سايكل، اللفه بتاعت العصر بتاعتها، بتلاقيها بدات تطرد الميه بسرعه كبيره، وبتلاقي سرعتها عليت وصوتها اتسمع. يبقى نركز كده ان احنا بيبقى عندنا جوه سنتريبيتال فورس، ودول عندنا احنا في المنهج هم 5 انواع نبقى عارفينهم: التنشن، الفريكشن فورس. ايه ده الفريكشن ده ازاي يبقى سنتريبيتال؟ ببساطه خالص، العربيه لما بتيجي تلف، الراجل بدل ما هي العجل بيبقى عادل كده، بيبدا ان هو يلفه بالشكل ده. ففي الحاله دي بتشتغل الفريكشن فورس كانها ايه، ايوه 10 على 10 كانها سنتريبيتال. وبيظهر معايا كمان الرياكشن اللي هي بتبان على الطرق المايله على الطريق. وبعد كده مين، الليفتنج ايه فورس اللي هي بتستخدم في حاله الطيران. وفي طبعا الجرافيتيشنال فورس، ودي هتبقى ليها موضوع كامل في الفيديو اللي جاي، لانها اصلا ليها الشابتر اللي جاي كله معانا. طيب يبقى ببساطه عشان ما نتوهش، هنلاقي عندنا ان احنا ظهر عندنا سنتريبيتال اللي هي ماس واكسلريشن، والاكسلريشن دي بتتفك في باور 2 اوفر الار، والفيلوسيتي 2 باي ار اوفر التي. والتايم نفسه لو مستخبي عندي بجيبه عن طريق هو مديني تايم جيفن قد ايه على النمبر اوف ايه روتيشن. تعالوا كده نركز مع بعض ونشوف المسائل بتاعتنا هتيجي ازاي. نبتدي الاول بمساله كده يكون فيها فكره شويه. لو جيت انا قلت لك عندك object move in circular path of radius 500 متر. الناس اللي بتحل من المعاصر هتلاقي السؤال ده، فركزوا معايا، من الاسئله اللي هي المفروض فيها فكر، فركزوا معايا شويه. والريديوس بتاعي كام؟ 500 متر، ماشي. وبعدين بيقول لي اف السنتريبيتال فورس equal 0.08 from
الويت. يعني ايه بقى فروم ويت دي؟ انا قصدت ان انا اكتبها لكم كده عشان تبقوا فاهمين. فروم ويت يعني الرقم اللي هو مش مدوني ده مش رقم اصلا، ده ريشيو. يعني المفروض ان السنتريبيتال فورس 0.08 من الويت، ومديني هنا جرافيتي اكسلريشن ب 10، وبيقول لي يا عم اعمل حسابك ان انا عايز مين؟ فايند الفيلوسيتي اوف روتيشن. ركزوا بقى معايا شويه. هنا ببساطه هنلاقي ان انا اول حاجه لازم ابتدي بيها ان انا عندي السنتريبيتال فورس ايكوال ادي 0.08 من مين؟ من الويت نفسه. هبدا اشتغل على الجزئيه دي. ادي ماس واكسلريشن ايكوال 0.08 من الماس والجرافيتي. حلو الكلام كده بالنسبه لي الماس، شكرا. السنتريبيتال اكسلريشن 0.08 من مين؟ من الجرافيتي، يعني في 10 زي ما هو مديهاني جيفن. يبقى يطلع كده السنتريبيتال اكسلريشن عباره عن 0.8. طب الراجل عايز الفيلوسيتي، فك الرول بتاع الاكسلريشن. يبقى الاكسلريشن بتاعتنا هتكون عباره عن الفي باور 2 اوفر الار. انا بقى لو عايز الفي باور 2 هتبقى الاي في الار. تمام. طيب ننفذ. الاكسلريشن عندي ب 0.8، الريديوس هو قايل لي قبل كده في المساله ان هو كام؟ 500. يبقى هتطلع الفي باور 2 بالحسابات دي هتطلع معايا 400. يبقى كده انا وصلت ان الفي باور 2 ايكوال 400. يبقى كده الفي نفسها هاخد سكوير روت للكلام ده هتطلع معايا 20 متر بير سكند. كمان اكزامبل، لو جه قال لي مثلا if الفيلوسيتي of rotation increase to double. الفيلوسيتي بتاعت الروتيشن زادت لمين؟ للدبل. and radius decrease to half. find the value of centripetal acceleration related to this value at first case. ايه بقى الكلام الكتير ده؟ بص يا اساتذه، ولا اي حاجه تفضك، ركزوا معايا. هو الراجل ده بيقول لي انا عندي velocity of rotation increase to double. يبقى الفي زادت كام مره؟ مرتين. والريديوس بتاعي ديكريس تو هاف، يعني الريديوس في الحاله الثانيه بالظبط كده قلل نص الحاله الاولانيه. كلام جميل. بيقول لي find the value of centripetal acceleration اللي هي الجديده related to this value in first case. يعني انا عايز اجيبها ريبريزنت لمين؟ للاي. اللي هو ببساطه انت لما هتروح في التشوز مثلا هتلاقي التشوز اللي موجوده عندها كلها ارقام مكتوب جنبيها الاي، يعني 5A 3A 4A مكتوب جنبيها الاي دايما طول الوقت. ده معنى كلمه related to the value of the first case. حلو. نشوف الاتي. انا عندي الاكسلريشن، عندي القانون بتاعها v باور 2 اوفر الار. تمام. نفذ بقى اللي هو قاله كده. هو قال لك ان الفيلوسيتي بتاعتك مالها؟ ايه اللي جرى لها؟ ها نركز. الفيلوسيتي ببساطه قال لك الدبل، بس خد بالك الدبل ده لازم يبقى باور 2. ايوه ممتاز، يبقى في باور 2 ماشي. يبقى الدبل ده فوقيه باور 2 وريديوس بقت الهاف. حلو. نيجي ننفذ الكلام ده. الباور 2 ده فوق خلى الدبل بقت 4. 1 اوفر 2 يعني معنى كده تحت اللي تحت يطلع فوق. يبقى الاخر في الاخر التغيير كله 8 مرات. ماشي. يبقى معنى كده ان الاكسلريشن الجديده بقت قد الاكسلريشن القديمه كام مره؟ 8 مرات، لان الزياده عندي كده. لو طلعت 1 اوفر 8 يبقى هقول له قلت ل 8 ايه؟ ل 1 اوفر 8 من الايه؟ من الايه؟ اوريجينال فاليو. يبقى انا بالنسبه لي اكسلريشن 2 8 من اكسلريشن 1. طيب بصوا يا اساتذه، الجزئيه الاخيره اللي هي بتاعت البروف، الرول بتاع السنتريبيتال اكسلريشن جه منين؟ ركزوا معايا عشان الحاجات دي في نظام الامتحانات دلوقتي بقت بتتحط، لان زي ما انتم شفتوا الترم اللي فات ورق المفاهيم ضعيف جدا وما بيتكتبش فيه حاجه. ببساطه يا جماعه عشان ما انتوهش كتير، الموضوع كله معتمد على حته بسيطه كده في الماس. انا مثلا هاخد النقطه دي وهاخد النقطه دي بالنسبه لحركه جسم، فبالنسبه لي دي الفيلوسيتي الاولانيه ودي الفيلوسيتي الثانيه. عايزين ننقل الاثنين دايركشن دول بره، يعني ده هنقله هنا كده اهو، ده كده الفيلوسيتي الاولانيه. ممتاز. وهنقل هنا الفيلوسيتي الثانيه بالشكل ده، بحيث ان الجزء ده يبقى بارل لده، الجزء ده بارل لده. طب انا بعمل كده ليه؟ عشان انا عايز اعرف تشينج الدايركشن، فلازم اجمعهم في نفس النقطه. فبالتالي يبقى الجزء السايد ده لو رسمناه ده يمثل بالنسبه لي تشينج مين؟ الدايركشن، صح كده؟ تشينج الفي از دايركشن. ومن هنا لهنا لو ده السنتر بتاعي يبقى من هنا لهنا ده الريديوس وده الريديوس. ركزوا بقى معايا شويه. لو انا وصلت من هنا لهنا ده شورت ستريت لاين بتوين تو بوينت، يبقى اسمه ايوه ممتاز الناس دي ديسبيسمنت، الناس اللي قالت. وهنا بالنسبه لي لو ركزنا كده شويه، بصوا كده على الترينجل ده وبصوا معايا على الترينجل ده. ايوه ايه اللي حاصل للاثنين ترينجل؟ هما تقريبا هما الاثنين ايه؟ سيميلر، صح؟ شبه بعض. طالما سيميلر دي هنرجع لحته كده في الماس في السيميلاريتي، ان هو كان بيعمل بروبوشنال بتوين التو سايدز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هاخد الدلتا في مثلا على الفي من هنا، يبقى دي دلتا في اوفر الفي، ده من الترينجل الاولاني. اروح للتاني، مين مكان الدلتا في؟ اللي هي الدي، صح؟ يبقى اخد الدي اوفر مين؟ ها اي واحده من الاثنين لانه ايسوسيلس، زي ده برضو ايسوسيلس. يبقى دي اوفر الار. بس يا مستر احنا عايزين نجيب اكسلريشن، والاكسلريشن تشينج الفيلوسيتي ريليتد للايه؟ للتايم، صح؟
يبقى معنى كده ان انت سيادتك محتاج تدخل التايم هنا وهنا، لان انت محتاج التايم تحت الدلتا في. يبقى كل اللي انا هعمله ان انا اروح واخد الاثنين سايد بتوع الايكويشن دول ملتبلاي 1 اوفر التي، يبقى يطلع معايا تشينج الفي اوفر الفي ايكوال ادي الدي وادي الار. مين اللي داخل معانا في الحدوته؟ التايم، هيدخل هنا وهنا، يبقى هنا في تايم وهنا في تايم. ركزوا بقى معايا كده. التايم هنا ادي تشينج الفي على التي، ده اللي هي مين؟ ده الاكسلريشن، صح؟ وديسبيسمنت على التايم، ممتاز، اللي قال اللي هي الفيلوسيتي. يبقى كده شكل الريليشن بقت عامله ازاي؟ هنا بقت اكسلريشن اوفر الفي، ممتاز، وهنا بقت الفي اللي هي ديستانس على التايم اوفر الار، وادي لي الفي هنا بالملتبلاي، يبقى يطلع معايا ان الاكسلريشن ايكوال، ايوه ممتاز، اكسلريشن ايكوال في باور 2 في الفي على الار. وده الرول اللي احنا كنا عملنا البروف بتاعه في اول الفيديو بتاعنا، او حلينا بيه المسائل سوري في اول الفيديو بتاعنا. وده كده البروف. لو جه قال لك الراجل ده او القانون بتاعي جه منين، هنكتبه بالرسم، هنكتبه بالرسم، فتاخدوا بالكم. وده برده هو ما بيتحطش كتير في امتحانات، بس تبقوا عاملين حسابكم عليه. شدوا حيلكم يا اساتذه، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.